مرحبا. أنظمة إنشائية وتحليلها. بناء هيكلي. مثال واحد: نظام إنشائي هيكلي خرساني المبين بشكل واحد. السقف مكرر وزنه 8 كيلو نيوتن على المتر المربع. المطلوب ما يليه: أولا رسم الجملة الإنشائية للجهاز ABC. في الطابق الثاني ينقل حمولة منتظمة شدتها 16 كيلو نيوتن على المتر. الطلب رقم اثنين رسم الجملة الإنشائية للعمود B0 B1 مبينا حمولته. الطلب رقم 3 رسم المقطع العرضي B للجائز ABC. في الطابق الثاني التسليح فاي 16 بفرض بناء جدار بلوك فوق الجائز ABC، عرضه 20 سنتيمتر وارتفاعه 3 متر ووزنه النوعي 18 كيلو نيوتن على المتر مكعب. أبعاد المقطع 55 ضرب 20 سنتيمتر. الطلب 4 تحقق من متانة المقطع B للجائز ABC. أبعاد المقطع طبعا أعطيناها. الطلب الخامس حساب المساحة الضرورية لأساس العمود B0 B1 حيث الحمولة أسفل الأساس 180 كيلو نيوتن. الحل: هاي عندي أنا الشكل واحد، هاي هو البناء الهيكلي من طابقين. هاي عندي الجهاز ABC موضوع الدراسة، وهاي عندي العمود B0 B1 هدول موضوع الدراسة. بالنسبة للجهاز جملة الإنشائية هاي هي ABC. هاي طول 6 متر وطول برندة 2 متر وشدة الحمل 16 كيلو نيوتن على المتر اللي أعطيته بالمسألة، وهاي هو الطول 6 متر وهاي طول البرندة. إذن هذه هي الجملة الإنشائية لهذا الجائز اللي موجود بسقف الطابق الثاني. فيما يتعلق بالعمود B0 B1 يعني حسبنا القوة هون اللي بتأثر على العمود، طبعا هي اللي ناجمة عن طابقين، يعني عدد الطوابق في المساحة في وزن المتر من السقف بيطلع معي القوة اللي بتأثر على العمود. هاي هي الجملة الإنشائية طلعت 160 كيلو نيوتن. هاي علاقة الحساب لإف. هاي الشكل 3 بينت في الجملة الإنشائية للعمود. حمولة الجائز الحقيقة مشان أحسب التسليح، حمولة الجائز ABC بعد بناء جدار البلوك بنضيف إحنا وزن جدار البلوك إلى الحمولة المعطاة. هاي وزنته للجدار من خلال قمة بالحجم، أخذت شريحة 1 متر من الجدار. هاي هي طلع معي الجواب 26.8 كيلو نيوتن متر على كيلو نيوتن على المتر. العزم هون الحقيقة العزم سالب، هون عزم سالب ويعطى ناقص كيو بطول البرندة للتربيع على 2. هاي هو جوابه ناقص 53.6 كيلو نيوتن ضرب متر لأنه واحدة عزم. حولته إلى مساحة تسليح وفقا للعلاقة المعطاة، العزم على الثابت مضروب بالارتفاع الفعال مضروب بالإجهاد الحدي للحديد، طلع معنا 14.4 سنتيمتر مربع. قسمته على مساحة السيخ الواحد طلع 7.4. قررنا 8.16. بينت هون بالرسم. هاي هو المقطع بي، هاي الارتفاع 55 20. هون طبعا لأنه العزم سالب بيكون الحديد فوق بالطبقة العلوية 8.16. هون إنشائي 8.16. هون 2.12 إنشائيا. المتانة الحقيقة الإجهاد الناظم بالانعطاف هاي علاقتها طلع مع جواب زائد ناقص 0.60 64 كيلو نيوتن على سنتيمتر مربع، أصغر من 0.7 اللي هو الإجهاد الحدي للبيتون اللي أعطيته بنص المسألة. إذا الشرط محقق، المقطع متين. المساحة الأساس للعمود B0 B1 هي الحمولة أو القوة الداخلية، الحمولة عند أسفل الأساس على إجهاد التربة، طلع معي 18,000 سنتيمتر مربع مساحة ضرورية لأساس العمود المطلوب. أشكركم على حسن الاستماع وشكرا.